من ممثل إلى بائع فطائر. تفاصيل ما حدث مع فنان شهير أثار ظهور الممثل السوري بسام دكاك، وهو يبيع الفطائر في إحدى حدائق دمشق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مؤخراً. وتداولت صور التقطها رواد مهرجان الزهور في دورته 44 المقام حالياً في حديقة تشرين في العاصمة السورية دمشق. بسام دكاك يبيع الفطائر. بسام دكاك، وتوقع كثيرون في البداية أن الفنان دكاك في زيارة للمهرجان ويتبضع من تلك العربة، لكنهم اكتشفوا أنه مالكها، وأنها باتت مصدراً رئيساً في تأمين رزقه وقوت عائلته. واضطر دكاك بحسب قوله في تصريحات سابقة للعمل على تلك العربة لبيع الفطائر بعد عزوف المنتجين والمخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية، قائلاً إن العمل ليس عيباً. وبعد انتشار صور الممثل السوري وراء عربة بيع الفطائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل والتعليقات عليها ما بين مؤيد ومعارض للجوء الفنان للعمل خارج الفن. يذكر أن بسام دكاك شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها ليس سرابا، بيت جدي، رجال العز، أهل الراية، بطل من هذا الزمان، زمن العار، باب الحارة،